معوض ماله؟ سيد معوض، مساء الخير يا كابتن سيد. ربنا يخليك. ازيك يا كابتن وليد؟ اهلا بيك. ازيك يا ابو السيد؟ ازيك يا كابتن شوبير؟ ربنا وحشنا، اخبارك ايه؟ الله يكرمك يا كابتن. الحمد لله تمام. سيد دلوقتي انت ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي مبدئيا؟ عشان الراجل كتر خير. لا انا مستاذن اصحى عادي. طيب احنا كان معانا خبر طبعا، يعني انا ما اعرفش انت متفرج علينا من الاول ولا لا، لكن معانا خبر ان انت بتقول ان انا عدو السياسه، يعني ماليش في السياسه خالص، واللي موجود على النت كله ده فوتوشوب ومش انت. هل الخبر ده صح الاول ولا غلط؟ الخبر ده صح في الرد بتاعي، لان فعلا يا كابتن يعني انا فوجئت ان في صوره هي نازله بقى لها حوالي شهر ونص يمكن. انا اهي قدامنا الصوره اهي. يمكن ده مش سعيد خالص. اولا ده بكرش مبدئيا ملوش علاقه خالص، بعيد عني تماما يعني. فوجئت ان هي انتشرت بقى لها يومين، يعني الموضوع زاد عن حد شويه، فده اللي خلاني اتكلم ان انا اقول انا يا جماعه انا من يوم 25 يناير انا مش موجود في اي مكان، ولا في التحرير ولا في رابعه ولا في اي مكان. انا عايز استاذن يا كابتن سيد مخرجنا مجدي انه تقدر تفتح الصوره دي شويه، يعني شيل كده بس هاتفيا سيد معوض. اكبر دليل على ان الصوره دي فوق ميكروباص ولا ايه؟ يعني مش معقول سيد معوض هيقعد فوق ميكروباص بالمنظر ده ويلف في مصر. اتفضل يا سيد. فهي الصوره بعيده عني تماما يا كابتن، وانا بكمل حضرتك. لا يعني انا بعيد عن الامور السياسيه. الحمد لله انا واخد قرار من الاول ان انا ماليش بالمواضيع دي. انا مش تبع اي اتجاه ومش تبع اي طرف، وما بدخلش نفسي في القصص دي تماما. يعني انا راجل لعيب كوره بركز في الملعب بس، ماليش دعوه باي حاجه خارجيه. انا ما بدخلش فيها وما بدخلش في قصص مع اي طرف على حساب طرف تاني. فانا يعني فوجئت بس ان الامور زايده عن الحد، يعني فيسبوك تويتر على كل المواقع بدات تتاخد ان هي خبر صحيح. فكان لازم الواحد يطلع يتكلم يقول لا انا والله انا بعيد عن الامور دي تماما، وانا من الناس اللي بكره السياسه وبكره الكلام فيها، لان انا من صغري ما اتكلمتش فيها وما اعرفش حاجه فيها. فطالما ما بعرفش في حاجه ما بفتيش فيها وما بدخلش فيها. فالحمد لله يعني الواحد بعيد عن الامور دي تماما، يعني بعيدا عن القصه دي خالص يعني. فده بس يعني رسالتك وصلت 100% لكل الناس. انا كنت عايز ارقصه بس ترقيصه. يعني انا عارف انت راجل حريف، هحاول ارقصك ربنا يسهل، بس لك حق عدم الرد. تمام؟ موقف اللاعبين من تصرفات ابو تريكه واحمد عبد الظاهر، هل يعني حتى ممكن تتكلم فيها بصوره عامه، هل انتوا كلاعيبه يا سيد المواقف السياسيه بدات تتكرر كتير؟ ابو تريكه ما رضيش يلعب مباراه السوبر، انتوا اتخذتوا موقف جماعي بقياده النجم حسام غالي كابتن النادي الاهلي ساعتها، وقلتوا هنلعب. كان ليه دور مهم جدا، وقلتوا هنلعب ان شاء الله، لدرجه ان يعني احنا عارفين ان في الكواليس ان الكابتن حسن نزل وقعد مع الفرقه وقال احتمال ما نلعبش كمان المباراه، صمموا على اللعب واللعيبه صممت على اللعب. انتوا يا سيد في الحاجات السياسيه دي هل بتتكلموا مع بعض ازاي؟ انا عارف انت قريب جدا طبعا من شريف عبد الفضيل، قريب من بركات، قريب من ناس كتير في الفرقه. بتستاءوا ما بتستاءوش مالكوش دعوه، كل واحد في حاله. يعني لو عايز تجاوب جاوب، مش عايز لا خلاص. انا هجاوب بالنسبه لي انا، يعني الحاجه اللي تخصني انا. يعني انا بالنسبه لي انا يمكن وجهه نظري، وحتى يمكن بقولها في وسط اللعيبه او في العلن او في اي مكان، يعني الحمد لله الواحد ما بيخبيش حاجه. انا وجهه نظري لا، يعني انا ما يمكن حتى مباراه السوبر انا راجل لعيب في نادي، النادي هيقول العب هلعب طالما انا مرتبط بعقد، وطالما انا بحافظ على اسم النادي ومبادئه، والنادي قال لي العب فانا هكون متواجد في الملعب طالما النادي عايزني اكون موجود. بالنسبه للاحداث السياسيه كلها، انا وجهه نظري ان احنا كرياضيين يا كابتن يعني اظن السياسه لازم تبعد عن الرياضه شويه. احنا بقالنا مثلا سنتين يعني متعذبين كرويا، يعني لعيبه الكوره وكل الناس اللي موجوده في المجال متعذبه كرويا بسبب السياسه، واحنا ملناش اي دور سياسيا. يعني الامور بالنسبه لنا يعني ما عندناش الاخطاء اللي هي نتحاسب عليها كل الحساب ده كله وتاثر علينا كل التاثير ده كله. فاعتقد لا، يعني انا بالنسبه لي انا كلاعب كوره لا، انا يعني حتى الكلام ده بقوله في وسط زمايلي وبره وفي اي مكان. لا انا الامور دي يعني احنا لازم نبعد نفسنا. يعني الكلام ده ممكن بره الملعب في الاوضه المغلقه، انما مش في العلن، لان هو ما فيهوش افاده لاي حد.
يعني لكن انت يا كابتن سيد لما بتشوف موقف بيحصل قدامك كسيد معوض بتاخد خط جانبي، يعني ابو تريكه طلع يستلم الميداليه ما يستلمش مش موضوعك، خد الكاس وجري لوحده مثلا على الجمهور، انت كسيد معوض بتقول انا بقى لعيب في النادي الاهلي وخلاص اللي يحصل يحصل، صح كده؟ هو كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر وكل واحد بيتحمل نتيجه تصرفاته ونتيجه افعاله. يعني كل بني ادم بيتحاسب على الاعمال اللي هو بيعملها. فالواحد بيبقى مركز مع نفسه. انا ما بركزش مع اي حد تاني، وانا ما بقولش ان ده صح او غلط. انا ماليش اي راي في ان ده صح او غلط. كل لعيب بيبقى ليه وجهه نظر. انت ماشي تبع سياسه النادي. يعني انا موجود يا كابتن. يعني انا مرتبط مثلا. صحيح، لعيب محترف زي ما النادي بيقول بتعمل. طالما انا موجود في النادي، انا موجود في النادي وده الصالح العام بيقول لا هعمل كده هعمله، ودي وجهه نظري. ولو ليا وجهه نظر تانية ممكن اقولها، بس ممكن اقولها في اوضه مغلقه، هحاول اقنع اللي قدامي بيها. مفيش، لا طالما في سياسه وانا الدنيا كلها ماشيه عليها، او النادي طالب مني حاجه معينه، لا هنفذها اكيد. طالما انا لعيب في النادي ومرتبط بعقد وعارف شروط النادي قبل ما ادخل النادي حتى، فانا بالنسبه لي انا موجود في النادي بناء على القرارات اللي باخدها النادي. يعني النادي هنلعب مش هنلعب المباراه دي مش هنلعب. فانا الامور بالنسبه لي واضحه تماما ان انا يعني انا راجل. خليني اخد عناوين عريضه منك انه الصوره دي متفبركه وسيد معوض ليس له اي علاقه بها من قريب او من بعيد، صح كده؟ صح يا كابتن، وليس ليه علاقه باي حاجه. انت كنت في الجونه حتى ساعتها، ما كنتش موجود في المكان ده خالص. كابتن انا قابلت حضرتك في الجونه وقتها كمان يعني. انا دايما وشي حلو عليكم. الله يكرمك. يعني خلي بالك من الحاجات دي. انا عملتوا معايا اي دقه جدعانه بس ماشي. يبقى افتكر بس الحاجات دي، الله يخليك. لا فاكر والله كنت فاكر. طيب يبقى اذا سيد معوض لم يكن موجود، لم يحمل الشاره، ليس لك دخل في الكره في السياسه، وانت قلت بنتعذب كروان بقالنا سنتين وداخلين في السنه الثالثه. هل صحيح انه كانت هناك نيه لدى بعض اللاعبين ان هم يعترضوا على قرار احمد عبد الظاهر، ولا زي ما انت قلت انت لاعب ملتزم بتعاقد مع النادي ليس لك شأن بما تتخذ الاداره من قرارات؟ زي ما قلت لحضرتك اكيد ان انا مش دوري كاعقب على قرارات الاداره تاخدها او انتقدها او اقول ان هي قرارات كويسه. لا، دي وجهه نظر الاداره. اكيد هم الناس اللي شايفين. يعني انا ما بقولش ده صح او غلط، انما انا وجهه نظر لا، انا لعيب كوره في النادي بس ماليش ان انا بعترض على حاجه. انا مرتبط بالنادي ومرتبط بعقد مع النادي، ما بدخلش في قرارات بتاخدها الاداره بعيده عني. هل تتفق معايا انه الموقفين سواء بتاع عبد الظاهر او بتريكه خلوا الناس يعني شويه تنشغل عن الحدث الاكبر هو الفوز بكاس افريقيا، لان انتوا حققتوا ما يشبه الاعجاز سواء السنه اللي فاتت او السنه انا دي. واحد من الناس يا كابتن اللي زعلانه جدا لان ما حسيناش حتى بفرحه المكسب. يعني بتتعب البطوله دي يا كابتن بدات في شهر 3. نعم. بتاخدها في شهر 11. يعني انت بتتكلم في 8 شهور. تعب ناس كتير جدا، وناس في سفريات صعبه جدا، في مباريات معظمها في الجون. شفت حرب اهليه في مالي وشفت مش عارف ايه. يعني نعم. امور صعبه جدا يا كابتن. بتلعب الساعه 2 الظهر، بتلعب في رمضان وانت صايم، تتغلب 3-0 على ملعبك والدنيا كلها بتتريق عليك لمده اسبوعين. فالامور يعني الحمد لله كان فيها عذاب كتير جدا يعني. فالواحد ما حسش بالفرحه. يعني ربنا ادانا البطوله دي تعويضا عن التعب اللي احنا تعبناه. فالواحد كان نفسه يحس بيها يعني مثلا يومين 3 حتى. الواحد ما حسش مثلا. الواحد بعد ما روح من المباراه خلاص الناس كلها بتتكلم على المواقف اللي حصلت، ما بتتكلمش مين غطى، مين قلش، مين طلع كوره، مين كان كويس. ده ما حدش يا كابتن سيد كمان بيتكلم لغايه دلوقتي عن ان انتوا رديتوا الهزيمه امام اورلاندو، وان انتوا يعني عوضتوا الهزيمه بثلاثيه، عوضتوها في النهائي وخدتوا البطوله. مسألة صعبة جدا. خليني أخدك لمنتخب مصر. يعني منتخب مصر شفنا أحمد شديد قناوي لعب في مباراة غانا في كوماسي، شفنا تألق محمد عبد الشافي مع نادي الزمالك، شفنا تألقك مع النادي الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا. شايف مباراة غانا القادمة إزاي يا سيد؟ خصوصا أن أنا عندي تشكيل منتخب مصر متهيألي ابتدى الكابتن مستر بوب برادلي بعبد الشافي النهارده، وابتدى بيه في بدايه المباراه النهارده. ومين اللي نزل احتياطي؟ وانا لعبت 20 دقيقه في اخر المباراه. احنا لسه لاعبين من يومين. طبيعي. لكن قول لي الاداء النهارده كان عامل ازاي يعني للفريق ككل وليك انت والمحمد عبد الشافي تحديدا؟
لا، هو الاداء للفرقه ككل الحمد لله، يعني الامور احسن الى حد ما. طبعا في اكيد المعنويات متاثره شويه من مباراه غانا، بس الحمد لله يعني بدات واحده واحده. يمكن النهارده كان معظم اللعيبه الحمد لله ادوا اداء كويس جدا. الشوط الاولاني معظم الفرقه، يمكن الشوط الثاني شويه. وانما بالنسبه لي انا وعبد الشافي، لا انا شايف ان عبد الشافي النهارده من احسن المباريات اللي لعبها، وكان موفق بشكل كبير جدا. وانا يمكن لعبت 20 دقيقه الحمد لله، يعني الواحد ظهر بمستوى لحد ما مطمئن يعني. فما فيش مشكله مين اللي يبدا كابتن، هي المشكله ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا. المباراه دي مهمه لكل اللعيبه سواء اللي موجود. معلش يا سيد، معلش هاخدك في كام سؤال كده بسرعه لان ضروري جدا، لان احنا ما تابعناش المباراه ولا اغلب الساده المشاهدين. طمني على حاله جده عامل ايه النهارده؟ خد المباراه من اولها؟ جده خد المباراه من اولها النهارده لاخرها. الحمد لله. يعني جده يمكن بس ضيع فرصه واحده. يمكن هو جده كان مركز ان هو عايز يجري كتير النهارده، عايز يرجع بدنيا بشكل افضل. يمكن انا شايف وجهه نظري انا ان في مكاسب كتير في مباراه النهارده. جده وحسني عبد ربه وما بيلعب مباراه كامله قدام زامبيا، ده برضه مهم جدا للمنتخب. حازم امام النهارده الحمد لله كويس، عبد الشافي كويس، عمرو زكي لعب قد ايه النهارده؟ برضه عمرو زكي يمكن لعب طلع تلت ساعه في الاخر وبرضه جاب جون، وكان من الناس المهمه في المباراه النهارده. فكل دي مكاسب الحمد لله. يعني اما يكون عندك يا كابتن وليد عدد من لعيبه كبير تقدر تختار منه، فده شيء يبقى ايجابي وشيء كويس وان شاء الله. يعني زي ما قلت لك، بس هي المشكله ان احنا عايزين كل لعيبه سواء اللي بره المنتخب او جوه المنتخب بيلعب او ما يلعبش، احنا عايزين المباراه دي يعني بالنسبه لنا احنا رد اعتبار للكره المصريه عامه. فنتمنى ان شاء الله يعني اي 11 يكونوا موجودين في الملعب، ربنا يكرمهم ويوفقهم. محمد صلاح طلع باصابه خفيفه، ورامي ربيعه كمان طمني عليهم. رامي ربيعه يمكن اتخبط بس في رجبته كابتن، كدمه في الرجبه الحمد لله بسيطه. يمكن صلاح بس كان عنده مفيش حاجه لا ما فيش حاجه كويس كدمه بس. يمكن صلاح بس كان عنده برد وعشان كده خرج يعني، لكن مفيش اصابات. لا الحمد لله. كابتن سيد معوض لاعب النادي الاهلي. براءة يا ابو السيد، براءة يا سيد، براءة يا سيد، كفاره يا سيد. الحمد لله. ربنا يخليك، الله يكرمك. شكرا يا ابو السيد. والراجل رد على كل الاسئله، ويعني ما قلقش من السؤال اللي انا لا والله برافو عليك، عايز ارقصه. برافو عليه لانه انا عايز اخد من اجابات سيد. يعني احنا هنتكلم على فرحه النادي الاهلي وبعد كده الزمالك، لكن عايز احيي شجاعته لانه في البعض بيتخيل